كل سنة في ناس ثروتها بتتخطى $1,000,000 وانت ممكن تكون واحد منهم. بس أسهل ان انت تكون مليونير الأول كده. هي الناس دي بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ جديد قناة ستارت اب بنقدم محتوى عن ريادة الأعمال والبزنس والاستثمار وأفكار كتير ممكن تفيدك لو انت بتبدأ بزنس جديد أو حتى لو اوريدي بدأت. المعلومات اللي بتقدمها في الفيديوهات دي بتكون عبارة عن كتب، مش بنلخصها، بنشرحها شرح كامل، ومعلومات متجمعة من أكبر وأهم رواد الأعمال في العالم. فلو مهتم بإن أنت تعرف أكتر، اشترك في القناة. في الحقيقة عشان تبقى غني مفيش طريقة واحدة للموضوع ده، في أكتر من طريق. خلينا نتكلم عليهم واحد واحد، كل واحد بعيوبه ومميزاته. يلا بينا نبدأ. أول حاجة الوراثة. أكيد كلنا عارفين القصة المشهورة، واحد مليونير بيتوفى ويسيب لعياله فلوس كتير أو شركات وممتلكات. وطبعا مشكلة الطريقة دي واللي احنا شفناها في 100 فيلم قبل كده، إن لو العيال معرفوش يستغلوها صح، يستغلوا الثروة دي صح، هتروح. ده حتى روبرت كروساكي قال قبل كده إن أنت لو خدت الفلوس اللي في العالم كلها ووزعتها على الناس بالتساوي، الأغنياء يرجعوا أغنياء تاني والفقراء هيرجعوا فقراء تاني. لأن الغنى هي طريقة تفكير، والفقر برضه طريقة تفكير. عموما خلينا نتكلم في الموضوع ده في حلقة تانية. طب لو انت ما اتولدتش ابن نجيب ساويرس، فالطريقة دي مش هتنفعك. وفي ناس بتتحايل عليها برضه. يعني شوف جورجينا مثلا لما اتجوزت كريستيانو، ففي ناس بتوصل بس لأنها ناس بتحد من الناس الأغنياء دول. الطريقة التانية الشهرة. طبعا الممثلين والمغنيين ولاعيبة الكورة بياخدوا فلوس كتير، وكل ما شهرتهم زادت كل ما خدوا فلوس أكتر من الإعلانات والأفلام والمقابلات وحتى البراندات اللي هما بيعملوها. المشكلة في الطريقة دي هي إن أولا إن الخصوصية بتاعتهم تقريبا بتنعدم. تخيل إن أنت متقدرش تروح تشتري سندوتش من مطعم عادي، وكل ما تمشي في مكان بتلاقي 100 واحد عايز يتصور معاك أو يقعد معاك. فنانين كتير بيعيشوا في عزلة بسبب الموضوع ده، أو بيعيشوا في الأماكن اللي هما فيها بيتعاملوا بصورة عادية، بيعيشوا مع ناس زيهم مشاهير برضه، وتكلفة الأماكن دي بتكون عالية جدا. والحاجة التانية وهي إن عمرها للأسف قصير. يعني شوف كده آخر كام سنة في كام مغني طلع جديد وما عدناش نسمع عنه، وفي كام ممثل كان مشهور جدا زمان ودلوقتي نادر لما تشوفه. وحاجة زي الفن أساسا معتمدة بشكل أساسي على رأي الناس. يعني أنت ممكن تكون عامل أحسن أداء في حياتك بس الفيلم ما يعجبش الناس. وطبعا لو فيلمك أو أغنيتك أو أيا كان ما عجبش الناس، ده هيخلي المنتجين يبعدوا عنك. وحاجة كمان اقتنعت أو لأ بيها، في حاجات زي التمثيل مثلا ممكن تكون حرام. أنا مش أحسن واحد يتكلم عن الحلال والحرام، بس كان لازم أتكلم عن الموضوع ده لأنها أمانة لازم تتقال. الطريقة التالتة الاستثمار في البورصة. والشركات في الحقيقة بتاعة الاستثمار هي مش مضمونة خالص، والمكسب والخسارة فيها بحسب بعض المحللين انت ما تقدرش تتوقعه. طب خلينا كده نشرح الموضوع ببساطة. دلوقتي في شركة بتفتح، الشركة دي لو استثمرت فيها وبقى ليك نسبة، فكل سنة بيطلع لك أرباح على حسب النسبة دي. لو الشركة قيمتها بقت أعلى فالنسبة بتاعتك قيمتها بتزيد، ممكن تبيعها وقتها أو تستنى وقيمتها تزيد معاك. المشكلة في الطريقة دي أولا إنها مش مضمونة، افرض استثمرت في شركة وخسرت. والمشكلة التانية إن هي طريقة محتاجة وقت طويل قوي عشان تمسك فلوس حلوة وتبقى مليونير فعلا. الطريقة الرابعة ودي أكتر طريقة عادية فيهم، وهي إن أنت تترقى في التخصص بتاعك لحد ما توصل لإنك تكون مدير أو سي او لشركة كبيرة. وعلى فكرة لما توصل لمنصب المدير أنت بتاخد نسبة من الشركة اللي أنت شغال فيها. مثلا عندك تيم كوك بتاع أبل معاه ثروة دلوقتي يجي $1,000,000، وساتيا ناديلا اللي هو المدير التنفيذي بتاع مايكروسوفت وغيرهم. المشكلة الوحيدة بتاعت الطريقة دي إنها بتاخد وقت، وطبعا محتاجة اجتهاد عشان تقدر تترقى بسرعة. الطريقة الخامسة هي إن أنت تسرق بنك. لا لا طبعا بهزر. الطريقة اللي بجد إن أنت تعمل ستارت اب، بيزنس خاص بيك. هنا بقى أنت اللي هتبدأ الشركة من الصفر. محتاج تتعلم كذا حاجة ومحتاج تتعاون مع ناس تانية لأنك لوحدك مش هتقدر تعمل كل حاجة. لو أنت بتعرف تسوق هتحتاج حد فاهم الحاجة اللي أنت تشتغله فيها، ولو أنت فاهم كويس في الحاجة اللي أنت تشتغله فيها فمحتاج حد بيعرف يسوق. وعلى فكرة الطريقة دي أغلب مليارديرات العالم النهاردة عملوا فلوسهم منها. المشكلة الوحيدة هنا إن هي محتاجة طريق طويل وصبر واجتهاد، وممكن تعمل مشروع ويفشل، وده حصل مع رواد أعمال كتير. بس لازم تتعافى من التجربة اللي فشلت فيها وتحاول إن أنت ترجع تاني. دول كانوا أهم 5 طرق أنا عارفها ممكن تبقى غني منهم، ولو في عندكم طرق أو أفكار تانية ياريت تشاركوا بيها في الكومنتس.
وقولوا لي رأيكم برضو اكتر طريقة عجبتكم من الطرق دي. دي كانت كل حاجة عن الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وشاركوا الفيديو مع أي حد مهتم، واشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا محتوى زي ده أكتر. سلام.